في الأمس القريب كان سببا في فرحة كل العرب، ورشح لجائزة أفضل المدربين في العالم. وبعد الإقصاء من ثمن النهائي كأس إفريقيا، الكل يطالب برحيله، والكل يحمله مسؤولية هذا الإخفاق في العالم العربي فقط. عندما تنهزم ينزلون عليك بالشتائم ويسبونك ويطلبون منك الرحيل. خسارة واحدة قد تنسيهم انتصارات ستبقى خالدة في كتب التاريخ. قبل بدء المونديال الكل انتقد خيارات وليد، حقق نجاحا باهرا بتلك اللائحة فتلقى كل أنواع المدح. وليد الركراكي يصنف من أبرز المدربين الآن، وممكن أن نطلق عليه غوارديولا العرب. إخفاق في كأس إفريقيا، مدرب سيء، خياراته لم تكن في محلها، دفع ثمنها المنتخب المغربي غاليا. في مونديال قطر وليد الركراكي بطلا في الندوات الصحفية. في إفريقيا الركراكي لا يعرف ماذا يقوله. صحيح معهم حق يا وليد، أنت الآن لم تصل للنصف النهائي، ولو كنت قد حققت اللقب كان سيكون لهم رأي آخر. في الأمس القريب كانت كل خطط الركراكي صالحة، وكانت الصحافة راضية عن خياراته. أما بعد السقوط فخياراتك كلها سيئة، واللائحة النهائية كانت تحتاج لكثير من التعديلات. من الباب الصغيرة للأسف الدراري ما كانوش اختيارات خاطئة. نعم يا سادة، هكذا سيعاملونك في عالمنا العربي، سيحاربونك مع أول إخفاق. سيتطلب منك الأمر أن تنتصر دائما وتحرز الألقاب، وبمجرد ما تتعرض للهزيمة أنت فاشل في نظرهم ولا تصلح لأي شيء. ليس لك خيار آخر سوى أن تنتصر وتكون دائما أنت هو البطل. الله المعين.